كانوا إذا ولوا القضاء طاغيا في الأندلس يحلف يمين أن لا يفتي إلا برأي ابن القاسم. تعرفون لماذا؟ قالوا ليش؟ لأن ابن القاسم هو أدق الفقه المالكي وأصح من أخذ على مالك. قلت لكم كان يأخذ مالك إلى بيته، العلماء الآخرين يقرون في المدينة، أما هو كان يذهب معهم. فيوم من الأيام كان ينام عند الباب يستنى مالك باش يأخذ منه معلومات أزيد. فخرجت الجارية تظنه عبد مالك داسته برجلها فقالت له قم أيها العبد، وهو ابن القاسم وما أدراك، قم أيها العبد سيدك يصلي الصبح بوضوء العشاء منذ 40 سنة. 40 سنة وأنت تنام أمام البيت. فهذا ما ينفعش. احنا ابن القاسم ينقل كلام على مالك الذي أخذ عنه احنا ناخذه، لا مش مالك، لأنه أدق العلماء عندنا في المذهب. ولهذا الراجح إذا قال ابن القاسم انتهى القول، ما لا يخالفه أشهب ولا أسبغ ولا كل العلماء، لا ناخذ ابن القاسم لأنه آخر ما أخذ من فتاوي مالك، لأن مالك تجد عنده في المسألة عدة آراء، ولكنه الرأي الأخير أخذ به مالك اللي هو ابن القاسم رضي الله عنه، فجعله في المدونة. ولهذا أصح كتاب بعد الموطأ هو ماذا؟ المدونة لسحبه. شيخ ابن القاسم الجوزي كل ابن القاسم شو؟ ابن القاسم المصري العتقي المصري، أي عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري. نعم تلميذ مالك. طيب أي سؤال؟ نتوقف المسألة. أخذوا بالحديث الأحاد، يقدمون الشافعي وغيرهم السادة الحنابلة وغيرهم أخذوا بالأحاد. قال كان الأحاد عندهم لأنهم عندهم عمل أهل المدينة ما همش أصل عندهم، احنا عندنا أصل. في النفل افعل، في النفل عند مالك افعل براحتك. أما مالك كذلك بعض العلماء المالكية كرهوا وضع اليمنى على اليسرى خشية الاعتماد أن تعتمد عليه، وقالوا كذلك مكروه لأن الأجل ليش الاعتماد، وبعضهم علل خشية اعتقاده أنه واجب. وأما كيفيته فعند الحنفية تحت السرة، وعند غيرهم من بين السرة إلى الصدر. بعضهم يجعل هكذا، لا غلط، إنما هو هكذا يميل إلى جهة القلب أكثر، تكون هذه هنا هكذا إلى جهة القلب. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.